وصفة النهاردة هدية للناس اللي بتحب تجدد وتغير في الفطار، أو كمان بتحب الفطار السهل السريع جدا. وصفة النهاردة هي الميني قراقيش. بنص كيلو دقيق بس هنعمل أكتر من 100 قطعة قراقيش. هتكون جاهزة عندي للفطار، هحفظها عندي وهتكون جاهزة للفطار على طول. حتة جبنة جنبها وكوباية شاي وهنبقى خلاص كده فطرنا. هعملها معاكم بطريقة أبسط منها مفيش، سهلة جدا. وزي ما قلت لكم بنص كيلو دقيق بس هنعمل أكتر من 100 قطعة قراقيش. كملي الفيديو معايا للاخر وشوفي عملناها ازاي بمنتهى البساطه. لو كنتي اول مره بتشوفوني على اليوتيوب، انا هلا ابو بكر. يا ريت من فضلكم لايك وشير الفيديو، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدا نشوف عملنا القراقيش ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو دقيق، والدقيق عندي هنا متعدد الاستخدام، يعني مش دقيق خبز ولا اي حاجه، مش دقيق قوي يعني. هبدا بقى انخل الدقيق كويس قوي، وانا عايزه الدقيق هنا منخول بيديني نتيجه ممتازه جدا جدا في اي حاجه بعملها عموما. خلاص. وزي ما قلت لكم هو نص كيلو بس من الدقيق، هنخل الدقيق كله. خلاص كده تمام. هضيف بقى لكل نص كيلو دقيق معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقتين كبار من السمسم المتحمص. وانا هنا بقول لكم لكل نص دقيق كيلو دقيق، لان ممكن تضاعفوا الكميه زي ما انتوا حابين، فكل نص كيلو دقيق بناخد معاه المقادير دي. وكمان نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، يعني كيس خميره فوريه. بصوا مفيش اسهل من المقادير بجد. عندي بقى معلقة من الشمر ومعلقة من اليانسون، وانا هنا طحنتهم شوية. ممكن تطحنيهم في الكب او في الهون عادي زي ما عندك يعني. اطحنيهم شوية بس كده وضفتهم على طول. ممكن تضيفيهم زي ما انتوا عايزين كده صحاح، بس انا حابة اطحنهم شوية عشان ما يبقوش باينين قوي في الاكل. هقلب بقى كويس جدا، وكده المكونات الجافة عندي كلها جاهزة. يلا بقى ننزل بكوباية كبيرة عليهم من الزيت، الزيت العادي. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كويس جدا مع الزيت. والخطوه دي انا عايزه الزيت عندي يغلف كل حته في الدقيق، يعني ايه، يخليه زي العجينه كده او زي الرمله المبلوله. تمام. هبتدي اغلف الدقيق كويس قوي بالزيت، كل حته في الدقيق ما سيبهاش كده لو هي متغلفه كويس بالزيت. مهمه جدا الخطوه دي، يعني زي ما نكون بنبس الدقيق كده. بس ايه، احنا بنعملها طبعا بزيت. طيب احنا عملناها بزيت عشان انا عايزاها هنا تكون اقتصاديه جدا. طيب لو حابين تضيفوا سمنه براحتكم، حابين تخلوا برضو نص الكوبايه سمنه على زيت زي ما انتوا حابين، المتوفر عندكم استخدموه. بس انا حبيت اعملها بشكل اقتصادي وتكون مش مكلفه ابدا. خلاص كده كل حته زي ما انتوا شايفين اتشربت بالزيت. عندي بقى هنا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. انا هنا ما نزلتش بالكوبايه الا ربع كلها زي ما انتوا شايفين، نزلت بجزء كده وسبت جزء على جنب. وهشوف عندي العجينه هتحتاج الكوبايه الا ربع كلها ولا لا. ليه ما نزلتش بالكوبايه الا ربع مره واحده، مع ان هي اخدت معايا فعلا كوبايه الا ربع؟ بس بخلي بالي من نوع العجينه، من نوع الدقيق. يعني في دقيق بياخد ميه اكتر عن ميه. خلاص عشان كده بنزل بشويه من الميه واسيب الشويه الباقيين على جنب. لو حسيت ان انا محتاجه بنزل بالباقي. انا هنا نزلت بالباقي. خلاص كده يبقى اخدت معايا كوبايه الا ربع. العجينة عندي جاهزة كده تمام جدا. بصوا خلاص انا عجنت، لميت اللي في الطبق كله، معنى كده ان العجينة اتعجنت ممتاز. انا مش بعجن كتير طبعا، انا بلم العجينة بس. هغطيها بقى ربع ساعة كده على جنب تكون خمرت. في الوقت ده هكون مشغلة الفرن، بدأت اشغل الفرن بعد ما اعجنها على طول. الصاج بقى اللي هشتغل فيه، هجيب عندي ورقة زبدة واحط جوه الصاج كده واخد مقاس الصاج عندي. خلاص بصوا العجينة ما شاء الله خمرانة ومرتاحة وزي الفل. هجيب بقى ورقة الزبدة اللي حطيت عليها، اللي خدت المقاس بتاعها في الصاج يعني، وابتدي افرد عليها العجينة. ليه؟ علشان بعد كده انا طبعا هقطعها قطع صغيرة، فاشيلها بمنتهى البساطة واحطها في الصاج زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هبتدي افردها كده الاول بايدي. بصوا العجينة ما شاء الله خمرانة ومرتاحة وحلوة جدا. عايزة اقول لكم اصلا ريحة العجينة كده من قبل ما تستوي اللهم بارك، حلوة جدا جدا. يعني الواحد كده بيبقى عايز ياكلها وهي لسه ما استوتش. بفرد بايدي الاول. هي سهلة جدا على فكرة، احنا ممكن نكمل فردها بالإيد يعني، بس عشان أنا أسويها وتبقى كلها متساوية هكمل فردها بالنشابة.
اهم حاجه انا باخد من النص كده واطلع لبره. اهم حاجه ان عايزه الاطراف او السمك بتاعها كله يبقى متساوي، يعني ما تبقاش فيه حته تخينه قوي وحته ارفع، علشان ده هيضايقني طبعا في السوا. هلاقي حته اتحروقت كده ومش متظبطه، والحته التانية لسه ما استوتش تمام. عشان كده اخلي بالي بقى من ايديا كده وانا شغاله، واخلي السمك كله حاجه واحده. خلاص كده فردتها. تعالوا بقى نظبطها. نقدر طبعا نقطع كده، بس انا عايزه الشكل يبقى مظبوط قوي. هبتدي اشيل الزيادات، واي زيادات هشيلها اقدر طبعا المها تاني على بعضها وافردها تاني واشكلها، ما فيهاش اي مشاكل يعني. مش بنشيل الزيادات يعني نرميها، لا، نخليها على جنب عادي ونغطيها ونخلص الكمية ونبدأ نعملها تاني. ممكن نعملها بأشكال تانية احنا حابينها. سويت خلاص. اي قطاعة عندي بقى، انا هنا بحب القطاعة المشرشرة دي، بتديني شكل حلو للمعجنات عموما. هبتدي بقى اقطعها كده بالطول وبعد كده بالعرض، وزي ما اتفقنا مع بعض ان احنا هنعملها ميني قراقيش، يعني بقطعها بحجم صغير. قادرين طبعا تعملوها طويلة زي ما انتوا حابين، بس عايزة اقول لكم ان الرفيعة الصغيرة دي جميلة جدا جدا في الغموس كمان. هاخد برضو شرايط بالعرض زي ما عملت بالطول بالظبط. زي ما قلت لكم تقدروا تقطعوا بسكينة، بقطعة بيتزا، زي ما انتوا موجودة عندكم قطعوا واشتغلوا عادي جدا، واعملوا الحجم اللي انتوا حابينه. يعني انا حباها تكون اكبر من عقلة الصباع بحاجة بسيطة. حابين تصغروا عن كده براحتكم، حابين تكبروا عن كده برضو براحتكم. خلاص كده خلصتها كلها. تعالوا بقى هرفعها واحطها في الصاج، وده اللي سهل عليا طبعا ورقة الزبدة بمنتهى البساطة. عايزة اقول لكم ان هي كلها ما بتاخدش معايا في الوقت في العجن والفرد والتقطيع اكتر من نص ساعة، وبتكون جاهزة معايا وتتحط في الفرن. اظن مفيش اسهل من كده. زي ما قلت لكم الفرن مفتوح وشغال على درجة حرارة عالية. خلاص انا بس بظبط كده في حاجات ايه وقعت مني وانا بشيل الصاج بظبطها. هبتدي اخد بقى الصاج بتاعي واحطه في الرف الوسطاني في الفرن، يعني ربع ساعة نص ساعة بالكتير قوي. اول ما الظهر بتاع المنين عندي يبقى لونه ذهبي غامق، هبتدي اخرجه خلاص بره الفرن، مش لازم استنى ان هو ياخد اللون من فوق. خلاص زي ما انتم شايفين اهو طلع معايا بعدها بنص ساعة بالظبط. الفرن كان عندي سخن. عايزه اقول لكم ان التصوير بجد ظالم المنين ده حلو جدا، ولونه في الطبيعه كمان احلى من كده. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده. فطار سريع او عشاء سريع، غموس، سناكس بين الوجبات، حاجه كده يعني تحفه. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، ومن حجمه الصغير ده بيشجعنا اصلا ان احنا ناكل. عندك حته جبنه كريمي بقى كده مع كوبايه شاي، خلاص كده هنكون فطرنا. فطار سهل وبسيط وسريع وما اخدش وقت، وعايزه اقول لكم نتيجته مضمونه، ريحته حلوه جدا جدا كمان. جربوه وهيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. لو كنت اول مره بتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني جدا اشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس، واقول لكم مع السلامه.